السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ازيكم يا حبايبي يا حلوين ياللي في بيوتكم منورين وعيدتم؟ وكل سنة وانتوا طيبين. صلوا على النبي يا جماعة. خلاص بقى خلصنا العيد، نتبه بقى لبيتنا ولخزيننا ونشوف الدنيا فيها ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، طبعا ماما امان زي ما انتوا شايفين جابت التوم بعروشه. اوعوا تقولوا ده اخضر، لا يا ولاد ده مش اخضر. بصوا ما شاء الله، ارمش ارمش ارمش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انتي هتعملي ايه النهارده يا ماما امان؟ هقول لكم يا حبايب قلبي، الفيديو ده هام جدا، عملته قبل كده في بداياتي اول ما فتحت القناه، ولو عايزين ترجعوا له ارجعوا له، بس هعيده عليكم تاني لان بناتي قالوا لي يا ماما اعمل لنا خزينه توم وورينا انتوا بتخزين ازاي. بيفضل عندي من أول السنة لآخر السنة. يقال يا حبايب قلبي الناس اللي بتفرمه للأسف احنا المصريين، السنة دي شفت ناس كتير فرمت توم وحطته في الفريزر بكميات كبيرة. أنا سمعت والله أعلم قالوا بعض الدكاترة قالوا بيتحول لحاجات بقى سرطانية والعياذ بالله. يستحسن التوم المفروم يا بناتي يا حبايب قلبي يا سيداتي ما يتحطش في التلاجة او الديب فريزر الا لمدة شهر، ما يزيدش عن كده. لكن الناس اللي بتحطه بالسنة من السنة للسنة، معلش يا حبايب قلبي حاولي تسيبيه فريش زي ما انت شايفة كده، زي ماما امان ما بتعمل، لان هو التخزين الصحي على ما اظن ان شاء الله. وبيفضل معايا من السنة للسنة ولا بيفضى ولا حاجة، وسهل فرمه وسهل تقشيره. لان بص يا حبايب قلبي، احنا دلوقتي في مصر ما زلنا في موسم تخزين التوم زي ما انتوا شايفين. بنجيبه كده ما شاء الله بالكذا كيلو زي ما احنا شايفين كده، وبسم الله ما شاء الله بنخزنه. في عندنا نوعين، عندنا النوع الابيض وعندنا النوع الاحمر. النوع هتقولي لي يا ماما القيمه الغذائيه، قلت لكم قبل كده هي في فيديو تاني، هي نفس القيمه الغذائيه بس تختلف في ايه؟ في واحده كسليه زي ماما امان بتحب تقشر بسرعه، فبجيب على طول الاحمر. اللهم بارك بيبقى سهل التقشير، وانا عن تجربه لقيته بسم الله ما شاء الله ما بيفضيش من اول السنه، يعني من زي دلوقتي لغاية موسم طلوع العام القادم إن أحيانا وأحياكم ربنا. تعالوا بقى يا حبايب قلبي نشوف ماما أمان بقالها كام سنة بتخزن بالطريقة الجميلة اللي ما يفضاش معاه. طبعا يا حبيبة قلبي مش هينفع تخزني التوم الطري. أنا جايبة ده من حوالي نص رمضان وحطيته. هتقولي لي يا ماما من حطيتيه في الشمس؟ لا يا حبيبه قلبي ما حطيتوش في الشمس، كنت حطاه في البرندة في الهواء بس ما بيجيش فيها شمس. بصي يا حبيبه قلبي لغايه ما بقى حطب زي ده. بصي 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 كمان، بصي بيتقطع ازاي. خلاص هو ده بقى توم الخزين. طيب يا ماما امان كفايه كلام وكفايه رغي، تعالي ورينا حضرتك بتخزنيه ازاي. تعالوا يا حبايب قلبي هوريكم بخزنه ازاي. انا عندي شنط اهي اللي هي بتاع الرز البسمتي او اي شنطه عندك قماش. هتقولي لي يا ماما امان طب ينفع شنطه تانية زي بتاع مثلا المكرونات؟ هقول لك جميل جدا، اي حاجه عندك يا حبيبه قلبي. تمام، هنيجي نعمل ايه يا حبايب قلبي؟ بقوم جايبه الشنطه. انتوا عارفين ان انا بصور دايما لوحدي، وكذا واحده قالت لي هات استنده. عندي والله ما شاء الله بفضل ربنا كذا استنده، بس مش عارفه مش متعوده على الاستندات ليه. بص يا حبيبه قلبي هنعبي كده. انا بوريكي شكل على السريع كده، وانت بايديكي بقى الاتنين اللي ربنا خلقهم لنا، ربنا ما يحرمنا من جميع اعضائنا اللهم امين. ما تنسيش يا حبيبه قلبي على الفيديو الجميل ده
ما تنسيش تحطي اللايك لو نسيتي. بصي يا حبيبة قلبي اهو، بتحطي بقى كده في الشنطة بتاعتك، اي شنطة عندك، قماش، كيس مخدة قديم، اي حاجة عندك، المهم ما نسيبوش كده. في ناس بتسيبه كده يا جماعة، المصريين والمصريات بنسيبه كده متعلق من هنا، متعلق من هنا كده على مسمار طول السنة. هو ده يا جماعة اللي بيخلي اسمه ايه يا ولاد، اسمه ايه التوم، كنت اقول لكم الترمس. التوم بيفضل معانا طول ما انت سايباه معرض للهواء من غير ما تغطيه ومن غير ما تحطيه في حاجة، هيفضل معاكي. لان التوم يا حبايبي هقول لكم حاجة، شفتوا التوم الصيني بيبقى جاي ايه؟ بيبقى في كراتين، بيبقى مغلف، صح؟ صح ولا انا غلطانه؟ في كل الدول بيبقى يعني بيبعتوا لنا، اللهم بارك، بيبقى مغلف وبيبقى ايه كده في الكراتين. ما بيبص ليه؟ لان كده اوتوماتيك نفهم مع بعض زي ماما امان ما حاولت تفهم. التوم ما بيحبش الهوا، تمام. بتيجي بقى بعد ايه كده، عملت شويه شنطه اهو، وهاجي كده دي كرتونه قديمه عندي اهي من رمضان تقريبا، مش فاكره كنت جايبه فين. بص يا حبيبه قلبي اهو، وهنيجي واحده تانية اهو بردك، دي معرفش بتاعه مكرونه ولا بتاعه اي حاجه، اي حاجه عندك والسلام. المهم تمنعي ايه يا حبيبه قلبي، المهم يا حبيبه قلبي الهدف من تخزين الثوم كده بالطريقه دي، انك تمنعي الهواء عنه. في ست كبيره الله يرحمها، الست ام سعيد، كنت وانا صغيره زيكم كده لسه شابه، بقول لها ايه يا حاجه، يا حاجه ام سعيد، ده انا هبعت علي ابني يشتري لي توم. قالت لي وتشتري توم ليه يا حبيبتي؟ قلت لها ما هو فضي عندي. قالت لي لا، ده انا عندي بسم الله ما شاء الله كتير ولسه ما فضيش. قلت لها ليه؟ ده كل التوم في مصر، احنا بقينا خلاص الجديد هيطلع وعمال يفضل. قالت لي لا يا امان، كنت انا بقى لسه شابه صغيره زيكم كده. قالت لي ما انا كنت مغطيه التوم، عشان دي قصه يا ولاد، ده حقيقيه، عشان مربيه حمام في نفس المكان اللي انا حاطه فيه التوم، فخفت. شفتوا بقى الفكره؟ فخفت الحمام ايه يبهدل التوم وينقر في التوم وياكل في التوم، فدريته بشكاره. سبحان الله يا حبيبتي، لقيتها بتقول لي خبيته بالشكاره، سبحان الله. لقيتها بتقول لي لقيته بسم الله ما شاء الله الغطا بتاعه لما غطيت التوم اتحفظ. فانا من هنا جات لي الفكره، وانتوا عارفين ماما امان بتاخد بالها من الحاجات دي اهو، زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي اهو. بصوا الشكاره اهي، كرتونه قديم، اي كرتونه عندك، اي كرتونه عندك، وتقومي جايبه بقى فوطه قديمه عندي اهي، حته قماشه، جلابيه، فانيله الواد علي، فانيله اي حد، محمد، اي حاجه، اي حاجه كده، وتقومي يا حبيبه قلبي كده. بصي هجيبها لكم هنا برضك عشان تشوفوها كويس، معلش الفيديو يا رب يكون واضح ويا رب التصوير. كرتونه قديمه اللي لقيتها عندي، اللي لقيتها عندي، بصوا يا حبايبي اهو، بس كده، بس كده يا ماما امان، ايوه بس كده. وممكن تحطي عليه اي حاجه برضك كده تاني، ما احنا عايزين بصوا تعلموا، عايزين مش عايزين اي نسمه هوا تدخل لايه للتوم نهائي نهائي نهائي. وبهنا حافظنا على التوم من الهواء. بصي يا حبيبه قلبي، كل بقى ما تعوزي حبه في المطبخ تسحبي تجيبي حبه في المطبخ وتحطيهم على قد الاستعمال. وشفت بقى المنظر متبهدل، معلش كل ده يتروق دلوقتي. وان شاء الله اللي جربوا التجربه دي والله ما هتندموا، انا بحلف، لاني متاكده ان انتي مش هتندمي على التجربه. وبالله عليكم يا حبايب قلبي، بلاش الكسل، بلاش الناس اللي بتخزن التوم مفروم في الفريزر. خلاص احنا فهمنا، ما كناش فاهمين الموضوع، لكن العلم اثبت انه
مش صحي، في أي حاجة نفهمها نعملها بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين يا حبايبي يا حلوين. وما تنسونوش، ما تنسوش بقى ماما أمان باللايك والاشتراك في القناة وتعليقاتكم الجميلة. وإلى اللقاء وفي رعاية الله وحفظه.